اهلا بيكم في عالم ياسمين. والنهارده بقى عايزه اقول لكم انا بعمل لكم كيكه للفطار بقى الصبح يا جماعه. طبعا كلنا عارفين شريحه مندي في ايام المدارس مع كوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي. بصوا كيكه هشه وجميله خطيره خطيره. انا في الكيك ما بهزرش، الكيك مع كوبايه الشاي الصبح بجد احلى فطار واخف فطار، علشان بقى نقوم نتنشط كده بقى ونشوف ورانا ايه، هنودي عيالنا المدارس، هنشوف هنعمل ايه في المطبخ، عشان ايه ننشط نفسنا كده من ما يبقاش فطار تقيل. ولادنا جم جعانين. شريحة الكيكة دي بتقضي على طول الغرض. خليني بقى اخش على الطريقة، بجد دي انجح وصفة انا اشتغلت بيها. انا عندي هنا 3 كوبايات دقيق. ال3 كوبايات دقيق، والكوباية اللي بعاير بيها يا جماعة ال الدقيق هعاير بيها باقي المكونات. تمام. انا هنا حطيت 3 كوبايات دقيق بالظبط، وهنخلهم كويس قوي. ان انا انخلهم دي مهمة عشان خاطر الكيك يبقى هش وجميل معايا. وطبعا لو في اي شوائب ولا اي حاجة بيروح طبعا في النخل ده. المهم انا هنا هنخل ال3 كوبايات دقيق. وطبعا انا بحب احط نشا، المكون بقى اللي بيفرق معايا وبيخلي مسام الكيكة صغيرة كده وهشة وجميلة. النشا، النشا يا جماعة بجد انا ما بستغناش عنها في الكيكة حقيقي. فانا هحط هنا مع 3 كوبايات الدقيق نص كوباية نشا. هتقولوا لي انا هنخلها ليه؟ اهو عشان خاطر انا خدت على كده، عشان ايه؟ الكيكة بتطلع هشة معايا وجميلة وخفيفة. فانا هنخل برضو نص كوباية النشا. وبعدين انا طبعا دي المكونات الجافة اللي انا بعملها. هحط بقى فيها كيس بيكنج باودر. ولازم اهتم جدا يا جماعة، لان الكيكة ممكن لا قدر الله تفشل معانا بسبب كيس بيكنج باودر جايبينه مركون مثلا عند البياع في السوبر ماركت، مركون عندي وانا مش واخدة بالي. فنهتم بالحاجات دي، لان غالبا نقعد نقول الكيكة هبطت، الكيكة ما نجحتش معانا. نلتزم بالكلام ده وان شاء الله الكيكة هتطلع معاكم احلى كيكة. انا هنا حطيت كيس البيكنج باودر. تمام. وهحط وبالويسك بقى هضرب المقادير الجافة دي، هقلبها كويس قوي مع بعض. وبعدين هدخل على المقادير السايلة. تمام. كل المكونات عندنا يا جماعة سهلة وبسيطة. وطبعا انا نسيت اقول لكم رشة الملح دي، غير انها سنة كمان عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي برضو بتعمل توازن كده في مقادير الكيك. المهم في الخلاط. تمام. انا عندي هنا 4 بيضات، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هحط ال4 بيضات وهحط معاهم كيس الفانيليا. البيض يا جماعة طبعا انا عشان عارفة مصدر البيض كويس، فما عملتلوش التست اللي هو بيبقى في طبق فحطيته. تمام. انا هنا بجيب البيض صراحة من حد مضمون، سواء البيض او اللبن بتاعه بيبقى خرافي صراحة. حتى القشطة بتاعة اللبن بتبقى ما شاء الله تقيلة ووهمية. هحط كيس الفانيليا معايا. تمام. وطبعا المهم هنا يا جماعة انا حطيت كيس الفانيليا. تمام. وهضرب البيض عندي شوية ضرب بقى ايه. عايزة اقول لكم ان احنا كل لما بنضرب البيض بيبقى الفوليوم بتاعه بيفرق جدا في القوام بتاع الكيكة، ومن اسباب برضو نجاح الكيك ويخلي الكيكة معانا هشة ومظبوطة وخفيفة كده. تمام. انا هضرب البيض عندي ضرب كده كويس. تمام. الخطوة دي مهمة وبتفرق كمان حتى في طعم الكيكة طبعا. البيض لما بيتضرب كويس مع الفانيليا بيفرق جدا في طعم الكيكة. المهم انا هنا عندي
حطيت السكر يا جماعة. انا عندي هنا السكر انا حطيت كوبايتين الا ربع سكر، وممكن نعملها بكوباية ونص سكر. برضو السكر هنا برضو متاح يعني ايه، مش دي اللي هتفرق يعني في ان هي لا قدر الله تبوظ الكيكة ولا حاجة، بس عشان خاطر الناس اللي مش بتحب الكيكة تبقى مسكرة شوية او كلام من ده. انا هنا عندي نص كوباية، انا عملت النص كوباية دي زبدة على سمنة، وهضرب بقى الخليط كويس قوي 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 يا جماعة مع بعضه، زي ما احنا ما قلنا الاربع بيضات والفانيليا وكوباية ونص سكر او كوبايتين الا ربع سكر. تمام، ولو عايزين كوبايتين سكر كاملين ما فيهاش مشكلة يعني. المهم فانا بحب الكيكة تبقى مسكرة سيكة يعني يا جماعة. فالمهم انا هنا قدامكم انا حطيت كوبايتين الا ربع سكر. تمام، لو متاح سكر بودرة حلو قوي برضو، بيفرق في قوام الكيك وبيخليه هش، فبرضو ديت ايه لو موجود اوكي، ما كانش موجود السكر العادي بتاعنا شغال يعني يا جماعة، ما قالش لا. المهم انا هحط هنا سنة خل صغيرة قوي. تمام، برضو دي بتفرق في ريحة البيض او زفارة البيض، وانا برضو قلت لكم ان البيض هنا جايباه من مكان مضمون يعني الحمد لله. تمام، المهم فانا طبعا الخلاط شغال عندي وبكمل ضرب في المكونات السايله. بصوا انا بقول لكم خطوه خطوه، لان كتير مننا ساعات مثلا او مش ساعات نبقى شاطرين في الكيك وفجاه كده نلاقي نفسنا لا قدر الله عملنا الكيكه وفشلت معانا. فخليكم ماشيين ورا الخطوات كده واحده واحده وبالراحه، عشان خاطر نبقى ان شاء الله ضامنين نجاح الكيكه معانا. المهم انا عايزه اقول لكم ان انا ان شاء الله المره الجايه هعمل لكم البسيسه. انا بعمل البسيسه يا جماعه خطيره 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 بجد. المهم يعني انا مش عايزه اقول ان انا شاطره الحمد لله في الكيكه والبسيسه والرواني، كل ما هو شبيه الكيك كده من عائله الكيك انا الحمد لله متمكنه منه، وان شاء الله هعمل لكم المره الجايه الوصفه الجايه هتبقى البسيسة. انا هنا عندي حوالي كوباية الا ربع لبن، برضو اللبن بدرجة حرارة الغرفة. تمام، وهضرب هكمل ضرب برضو حاجة بسيطة خالص، وبعد كده هنيجي بقى للخطوة التانية. و بصوا انا هنا زودت شوية لبن تاني، احنا ممكن نقول ان هو كده كوباية لبن كاملة. تمام، فالمهم المكونات الجافة اللي انا كانت عندي، فانا هحط بقى المكونات السايلة على المكونات الجافة. الموضوع سهل قوي يا جماعة وبسيط، طالما احنا ضربنا الخليط السايل كويس والدنيا تمام وكل حاجة. فانا بالراحة كده بقلب. وانا عايزة اوريكم بقى كمان القوالب اللي انا عملت فيها الكيك. انا مش ما عملتهاش في صينية عادي مدورة او مربعة، انا حبيت ان انا اعملها في قالب كده شبه قالب التوست زي ما انتوا شايفين. وطبعا احنا بطلنا القالب. بصوا قوام الكيكة عامل ازاي، شايفين هو ده قوام الكيكة الشاي المطلوب والمظبوط. زي ما انتوا شايفين انا جبت قالب التوست العادي، بطنته بشوية زبدة والدقيق وفضيت اي زوايد كده من الدقيق، وعملت قالب او عملت اللي هو القالب المدور ده اللي احنا بنعمل فيه الكريم كراميل. طبعا انتوا عارفين حجمه يعني عشان انا مش بحفظ مقاسات القوالب للأسف. وعملت قالب اللي هو اللي احنا بنعمل فيه التوست ده، وعلى فكرة انا بعمل فيه التوست وبعمل فيه اللانشون البيتي، وان شاء الله هعمله لكم قريب بإذن الله. طبعا انا بهزت القالب معايا، وبرضو هخبطه كده على الرخامة دلوقتي عشان خاطر افضي اي فراغات هوا فيه. واعتمدوا بقى، عايز اقول لكم جربوا ان شاء الله الوصفة دي. بصوا انا بخبطها كده عشان اطلع الهوا منها. وبعدين باقي الخليط انا حطيته في القالب ده، وعايزه اقول لكم المقدار ده كان مناسب جدا ومظبوط جدا في القلبين دول. تمام، عايزه اقول لكم ان شاء الله لما تجربوا الوصفه دي انتوا هتعتمدوها بجد، لانها من انجح وصفات الكيك اللي انا عملتها.
انا خدت القلبين بقى معايا ودخلتهم الفرن. بصوا بقى، واو يا جماعة. جميلة جميلة جميلة. بصوا الكيكة طالعة مظبوطة جدا على الشعرة يعني، بجد 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 تحفة. جربوها وان شاء الله تعجب.